عراقي ملحد يقوم بتمزيق كتاب الله الكريم عندما قام بهذا العمل في يوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولم يكتفي بهذا بتمزيق كتاب الله، بل مسح بقدمه علم العراق وأهان السيد الصدر. وهذا الفعل المشين لم يكن أول عمل يقوم به يقدم عليه شخص في السويد، بل أن هذا الأمر حدث فيما سبق في دولة السويد. ورد على هذا الأمر ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني اجتماعا طارئا صباح اليوم الخميس لنظام السادة وزير الخارجية والداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني ورئيس أركان الجيش العراقي ونائب القائد العمليات المشتركة، ذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف وحادثة حرق السفارة السويدية في بغداد. وأدان الاجتماع حادثة حرق السفارة وعده خرقا أمنيا واجب معالجته حالا ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن. وتقرر خلال الاجتماع الطارئ حالة المتسببين بحرق السفارة الذين تم القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي هذا الصدد تجدد الحكومة العراقية تأكيداتها والتزامها بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية والتصدي لأي اعتداء يستهدفها. وتؤكد الحكومة العراقية أنها أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار الحادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير. وأكدت أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطرا على السلم وتحرض على ثقافة العنف والكراهية. ويستنكر العراق استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم. وأصدر بيان السيد محمد الشيع السوداني بسحب القائم بالأعمال العراقية من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم، كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي. هذا خبرنا لهذا اليوم ينتهي. إلى هنا نختم هذا الأخبار. لا تنسون الاشتراك بالقناة وضغط لايك ليصلكم كل جديد. مع السلامة، متابعتي، إلى اللقاء.